في حي هادئ من أحياء المدينة عاشت هالة وزوجها رامي مع طفلتيهما حياة بسيطة وإن كانت مليئة بالتحديات. كان الحب بينهما قد بدأ كبيرا، لكنه مع الوقت بدأ يخفت وسط ضغوط الحياة. في أحد الأيام تعرفت هالة على برنامج جديد اسمه غرف صوتية عبر صديقتها. دخلت من باب الفضول واستغربت من كمية الناس اللي بيتكلموا كأنهم أسرة واحدة، ناس من كل الأعمار وكل المواضيع. أول ما دخلت سمعت ضحك، نقاش، فضفضة. حست لأول مرة من سنين إنها مسموعة، وإن في ناس مهتمة بيها وبتردي على كلامها. بدأت تدخل كل يوم، مرة بالليل مرة الصبح. بقت بتنسى الطبخ وتسيب بناتها قدام التلفزيون، ودايما في ودنها السماعة. في البداية رامي ما خدش باله، لكن لاحظ إن البيت بقى دايما ساكت وإن مراته مشغولة. حتى وهي جنبه حاول يكلمها، قالت له مشغولة شوية في أوضة فيها موضوع مهم. ولما حاول يدخل معاها قالت له لا، ده مكان خاص بيا، ابتعد عنها شويه بشويش. وبدل ما يواجهها راح هو كمان يدور على غرف تانية، ودخل غرف فيها مواضيع مختلفة، وبدأ يلاقي نفسه هو كمان فيها. مرت شهور والبيت بقى زي الفندق، مفيش كلام، مفيش ضحك، كل واحد في أوضة وسماعة في ودنه. البنات بقت بتاكل لوحدها وتذاكر لوحدها ومحدش بيحكي لحد. وفي يوم واحدة من بناتهم الصغيرة كتبت في دفترها: بابا وماما بقوا في السماعة وأنا بقيت في الوحدة. قريتها أختها الكبيرة وفضلت تبكي. قررت تدي الورقة لمامتهم وباباهم وتحطها على الترابيزة. لما هالت شافتها وقريتها وقع السماعة من ودنها وقلبها تقبض. بكت وفضلت تبص لبنتها وهي نايمة، وسألت نفسها: أنا ضيعت بنتي علشان شوية ناس في المايك. ورامي لما شاف الورقة حس كأنه تصحى من غيبوبة. دخل على مراته وقعدوا يتكلموا لأول مرة من شهور. قال لها: خسرنا وقت كبير بس لسه نقدر نلحق. قفلوا التطبيقات ورجعوا يحكوا لبناتهم حكايات قبل النوم، لكن جواهم وعد: ولا غرفة صوتية هتاخد بيتنا منا تاني.